بربوشة باللحم الأحمر. نجيب وطاط اللحم، إذا كان مشحن بزاف نقدر نغليوه في الماء ونبزعو ماه. صافطو تستغناو على هذه العملية. نزيدولو 3 حبات طماطم، حبة بصل تعود كبيرة. هنايا الخضرة راني قصيتها شخشوخي، من بعد راح نرحيها بالريحاية ماشي بالبرا. زدتلها 2 سنات توم، وكان لي ميديرش التوم في بربوشة. شوية زيت باش ما تلصقليش الخضرة. لي زيبيس عندي مغرفة راس الحانوت، ربع مغرفة فلفل أحمر حار، ربع مغرفة فلفل أحمر بارد، ملح، أرك أصفر، شوية فلفل أكحل، وشوية زنجبيل. تقدروا تستغناو على الزنجبيل والفلفل الأكحل والأرد الأصفر. هنايا نخلط بارد في بارد، من بعد نديرها على النار. بعد ما تقلات شوي نزيد لها نص مغرفة طماطم بار، ونزيد نخلط. دركا نكبلها الماء الدافي، إما دايما تكبوه في فوق الخضرة، ما تكبوش فوق اللحم لأنه راح يكسلكم اللحم ويطول في الطياب. ودايما تكبوا الماء الدافي ماشي ماء بارد، لأنه الحمر كتعود سامطة. هنا نطفي الكوكوط يطيب 20 دقيقة 25 دقيقة يعود طاب. بعد ما طاب لي اللحم نحيتو، درت الخردل، الزرودية والدجاج. شوفوا هنايا اللحم طاب ليها براون. بعد ما طابت الخضرة نص طياب نزيد الجريوات والبطاطا، نعاود نرجع البرمة طيب. بالنسبة للبربوشة هنايا غسلتها، بعد ما نشفت زدتلها الزيت وخلطتها. ونحطها تتفور التفويرة الأولى. أي حاجة كديروهم يتفوروا دايما التفويرة الأولى. كي تشوفوها تتفور كيما هكا زيدي احسبيلها نص ساعة. بعد ما تحسبيلها نص ساعة البربوشة نحطيها فوق القصعة وكبي عليها الماء يكون بارد. من بعد كبي كاس في القصعة وخلطي، ما تكثروش الماء بزاف باش ما تجيكمش معجنة. بعد ما تنشف البربوشة من الماء نزيدلها شوية زيت ونديرلها التفويرة الثانية. كاين بربوشة تحسوها مزالها ناشفة، تقدروا تفوروها التفويرة الثالثة عادي طول. أنا هنايا بربوشتي تفورت مرتين جات رطبة ما شاء الله. شوفوا هنا البربوشة جاتني لحبة. بالنسبة للمرقة هنايا راني رحيتها بالرحاية هادي، زدتلها الحمص والفلفل الحار. المقادير رايحين تلقاوها في أول تعليق إن شاء الله. هنايا طريقة التزيين كل وحدة وطريقتها. حطيت اللحم شوية يحمر في الكوشة. بالصحة.